ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اول مره اعمل فوتو سيشن، بحقيقه اول مره. كنت الاول اخد صوره صورتين بتاع، بس اول مره يبقى في فوتو سيشن كده كامل. فتعالوا نشوف هلبس ايه النهارده، والاوتفيت هيكون شكله ايه، الميك اب هيكون ايه، يعني من الاخر نجهز مع بعض. وفي اخر الفيديو هحط لكم كذا صوره من الفوتو سيشن بتاع النهارده. لو مهتمين تعرفوا هعمل ايه، تابعوا معايا لاخر الفيديو ووعدوني لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، ولو اول مره تشوفوني سبسكرايب وتفعلوا رمز الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بقدمه. ومن غير رغي كتير يلا بينا نبدا الفيديو. يلا بينا نجهز مع بعض. وسامحوني لان الاضاءه مش احسن حاجه النهارده، الرنج مش متظبطه ولا التليفون. فيلا بينا نبدا مع بعض. بصوا انا ظبطت حواجبي وبقلم ان طبعا، وحطيت فاونديشن، هو مش فاونديشن، هو بي بتاع اماندا. درجتي فيه 03. تاني خطوه هعملها عشان ما حدش بقى يتعيب بقى ويقول لي مش عارفه ايه دون، لا. درجه 12، حلوه قوي الدرجه دي، بحبها جدا عليا. حلو، حلاوه مش طبيعيه، ورخيص جدا، كنت جايباه ب 33 جنيه. هعمل ايه يا ميرا؟ يعني هي دي الميك، هو ده الميك اب بالنسبه لي. هاخد كده بالفرشه دي وعلى عيني كده من فوق. انا ما بحبش تفاصيل كتيره في الميك اب على فكره، لان انا وشي مش بيليق في الميك اب الكتير، اللي هو الدوشه الياما دي، انا وشي مش بيليق فيها، ببقى وحشه. فالميك اب الخفيف بيبقى حلو عليا اكتر. طبعا ايه، انا خايفه لان افتح او اعمل اي حاجه، سوري ازود، علشان الاضاءه هنا مش موضحه قوي. وهتشوفوا بقى الميك اب في الاخر هو مش ميك اب، عامل زي ميك اب يومي كده، وفي نفس الوقت ايه، ينفع للفوتو سيشن. اضمها كده بنفس الفرشه يا اختي، بنفس الفرشه، احنا ما عندناش وقت نضيعه، بلاش. وهنا برضو بنفس الفرشه. طب مش هجيب مرايه مثلا صغيره عشان اشوف فيها؟ ثواني اجيب المرايه واجي. وجبنا المرايه، نساوي بقى. هو ما فيش حاجه، هو بيندمج بسرعه جدا 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 البلاشر ده، يعني ما حدش يفتكر ان هو حاجه تانية، هو بلاشر. بس انا بحب يكون الدرجه اللي فوق العين هي نفس الدرجه اللي في الخدود، فبتديني ايه، بيبقى شكل وشي لايق يعني حلو، فاهمين قصدي ايه؟ بس كده. الخطوه التانية فرشه كده معدومه العافيه، هعمل بيها البلاشر اهو. هو مش واضح هنا في الكاميرا، بس على الطبيعه واضح، ومش عايزه اكتر اكتر من كده طبعا لان انا نازله، فهيبقى المنظر صعب 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 صعب. طبعا عايزين نحط الروج عشان شكلنا شبه المومياء، عارفين المومياء؟ فانا عندي درجه اللون دي، طبعا لونها اورنج كده، بس طبعا مش همشي بيها كده في الشارع، انا بحطها كده بس في نص الشفايف زي ما انتم شايفين. وابتدي اجيب درجه لون، الدرجه دي كانت فاتحه جدا عليا جدا، فبستخدمها احط اي بيز كده من تحت واسوي بيها، بيديني الوان حلوه جدا اهو. ايه رايكم؟ على الطبيعه والله احلى، الكاميرا ظلموني ظلموني. هنعمل ايه؟ نجيب المسكره بقى اللي هي فظيعه فظيعه، ماسكارة اماندا الفضي دي فظيعه فظيعه. انا كنت فتره طويله بستخدم سيبال، ولا زلت بستخدم سيبال لحد النهارده، ولكن دي موضوع تاني. جميله حلوه حلاوه مش طبيعيه كده، جنب يكثف وجنب يطول، والدنيا حلوه. بصوا من اول كوت الدنيا حلوه. سوي بقى ومن تحت كده، من اول المسكره بتعدل الوش يا جدعان، تحسي من غيرها شبه الموميا. ليه؟ شايفين؟ كنت عامله فيديو كامل عن المسكره دي يا جماعه، خشوا اتفرجوا عليه، هسيب لكم اللينك انا عشان تتفرجوا على الفيديو ده. بجد كنت عامله مقارنه بين المسكره دي وسيبال، والاتنين يعني اتكلمت عليهم بمنتهى ايه ده،
اتكلمت عليهم بتوسع اكتر يعني، تقريبا جربتهم. خشوا شوفوا. كنت مجربه عين وعين افتكرت. نرجع تاني. بصوا الماسكارا كل ما تحطي فيها طبقه كل ما تدي العين شكل مختلف وجميل بصراحه. عايزه اظبط دول كده طبعا، والحتت دي عشان القوره الحلوه الصغيره. بس تقريبا انا كده خلصت الميك اب. يلا بينا نشوف هنلبس ايه. محتاره بين كذا حاجه، بس في حاجه في دماغي تقريبا انا مقرره عليها، واللي هيعمل لي الفوتو سيشن هو برضو مقرر ان ده برضو مناسب للفوتو النهارده، وهنلبس وارجع لكم تاني. وبكده اكون خلصت الميك اب اللي انا هنزل بيه. طبعا حد هيقول لي هو ده ميك اب تنزلي بيه تعملي فيه فوتو سيشن؟ ده عايزين ميك اب اتقل من كده. انا مش حابه نفسي غير ان انا اعمل حاجه تبقى ناتشورال كده وخفيفه، ومش حابه نفسي ان انا احط ميك اب كتير النهارده. لو نازله كمان، خصوصا ان انا نازله بالنهار، لو نازله عندي فرح او حاجه بحط ميك اب تقيل ورموش وحركات ولينسز وبتاع. انا النهارده ماليش مزاج ان انا اعمل كده، عايزه حاجه كل حاجه تبان طبيعيه اكتر عشان الصور تطلع احلى. ده من وجهه نظري. يلا بينا تعالوا نشوف هنلبس ايه. زي ما قلت لكم انا مقرره حاجه ومحتاره بين حاجه تانية، بس المهم انا هقرر كده مع نفسي واقول لكم هو ده الفاينل لوك عشان ما اطولش عليكم في الفيديو وتزهقوا مني. فهروح البس وارجع لكم. تعالوا شوفوا. يا نهار ابيض كنت هقع. زي ما انتم شايفين كده السكيرت بليسيه، خامتها حلوه قوي مع البلوفر، زي بلوفر صوف كده بس خفيف جدا. والطرحه هتبقى باللون الاسود، الحاجات والمحتاجات باللون الذهبي والخواتم والكلام ده كله. وهلبس الجاكيت التايجر ده زي ما انتم شايفين كده. لو حابه البسه كده اوكي، مش حابه طبعا لان انا مش همشي كده، هلبسه كده. ايه رايكم؟ ده هيبقى الفاين لوك. انا عارفه طبعا ان البوت مش باينه، ثواني كده هعدل الكاميرا وارجع لكم. بصوا يعني ده اقصى مجهود اقدر اعمله في الكاميرا النهارده، معرفش مش مظبطه معايا ليه. ده البوت الاسود، السكيرت الفريسي دي مع بلت كده باللون الاسود. وزي ما انتم شايفين الاوتفيت او الفاينل لوك اهو. قولوا لي رايكم ايه، وحبيتوا معايا الاوتفيت ولا لا؟ ولو حبيتوه ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب لو اول مره تشوفوني، والجرس تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بقدمه. وبرده هسيب لكم صور من الفوتو سيشن اللي انا هعمله النهارده في اخر الفيديو. اتفرجوا عليها وقولوا لي ايه رايكم. كان فوتو سيشن حلو موفق ولا لا؟ والاوتفيت كان حلو ولا لا؟ يهمني رايكم. بس كده ده كان الفيديو. بحبكم قد الدنيا بحالها. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. باي باي.